أذكى رجل في العالم شكون هو؟ سيداتي وسادتي، أذكى رجل في العالم وهو أنا. لا، ولكن في الحقيقة أذكى رجل في العالم وهو كريستوفر لانتر. المقياس ديالو كان 195 في درجة الذكاء، مقارنة بأينشتاين اللي كان الذكاء ديالو فقط 160. اللي غنقدر نقول لكم فإنسان غير طبيعي بمرة. يلا فؤاد عطيني شوية المعلومات، أنا باغي نستافد، بغيت نعرف. أوكي جاست ويت وغادي تسمع كل. واش في راسك أن هذا الراجل بدا كيهضر وهو في عمره فقط شهور؟ تخيل معايا طفل في عمره 6 شهور وبدا كيتكلم. كنحاول نتخيلها وما قدرتش نتخيلها، انا دابا ما قدرتش نتخيل. هاد المعلومه ما كافياش ياك بلاتي، اجي نعطيك معلومه. كريستوفر لانتر علم راسو القراءه وهو في عمره فقط 3 سنوات. كيفاش 3 سنين علم راسو القراءه؟ سطروا لي لا، علم راسو القراءه، فهو اللي علم راسو، ما علمو حتى شي واحد. ونزيدك واحد الحاجه، ملي كانت عنده 5 سنين كان كيناقش جدو في ادله ديال وجود الله سبحانه وتعالى. انا دابا تنهضر على انسان غير طبيعي. ملي كان عندهم واحد الاختبار واللي مشهور بزاف واللي سميتو SAT هو اختبار في اللغه والرياضيات، وبناء على هذا الاختبار كيقرروا واش يقدر يدخل الجامعه ولا لا. سيداتي سادتي، كان في عمره فقط 16 عام. فدابا غنزيدك واحد المعلومه غادي تعجب لك وساله بزاف. كريستوفر هو كيدوز الامتحان غادي ينعس وسط. شنو كتظن ان غادي يجي شي استاذ غيضربو ويفيقو؟ لا راك غلط، كريستوفر غادي يفيق راسو وسط الامتحان وغادي يكمل الامتحان ديالو عادي بحال ما كاين والو. كاينين اختبارات مصممه فقط للاذكياء، يعني للجيفتد، وفي هذا الاختبار فغادي يحصل ايضا على درجه كامله. اوكي، في واحد البرنامج امريكي اللي سميتو 1 vs 100 كيجيبوا 100 من الجمهور وهو كيتحداهم. طبعا غادي يفوز عليهم بكل سهوله ورياحيه، ولم يتردد في سؤال واحد. ففقط تخيل معايا انت هذا المنظر، فتخيل معايا مليون الناس وكل واحد كيسولك سؤال ديالو راسو وكتعرف تجاوب عليه. فاللي كيهمنا احنا عزيزي المشاهد في هذه الحلقه ان اينشتاين واديسون وبيل جيت اقل منه ذكاء، ولكن خساره تفوقوا عليه في الحياه. فكريستوفر لانجر ما عنده لا اختراع لا ابداع رئيسي لا حتى شي حاجه بالاسم ديالو. اذا اول نتيجه غادي نوصلوا ليها حنايا وهي ان بعد درجه الذكاء 120 فما كاينش الفرق. يعني من بعد درجه الذكاء 120 اللي هي 130 140 150 فما كاينش الفرق. وهذا الشيء اللي كيعني ان ارتباط الذكاء بالانتاج حدو درجه 120. وهذا الشيء علاش كيرجع الله اعلم، حنا ما عارفينش علاش كيرجع، ولكن اللي عارفين هو ان كريستوفر لانجر كان ذكي وذكي اكثر من القياس. ولا بغيتوا القصه ديالو كامله من ا تي زد فقط خليها لي في كومونتير وغادي نعاود لكم القصه ديالو كامل. هذا كان فيديو خفيف ظريف غير باش تعرفوا شي معلومات. والسلام عليكم. حقا الا وصلتي لهنا خلي معك شي جيم شي بارطاج شي حاجه زوينه في كومونتير.